تاني نقطة بقى هاتكلم فيها وهي الناس اللي بتيجي وتبدأ إن هي تتقوقع جوه الجاليات بتاعتها وما تخرجش منها. يعني مثلا لو حد مصري يجي ويشوف هو المصريين فين ويقعد بقى معاهم وسطهم وكده ما يطلعش بره الدايرة دي، أو يعني أي حد من الجنسيات التانية، بس طبعا بما إني مصرية فبدي المثل ده وأقول لكم بقى على حاجة. يعني طبعا المصريين هنا مثلا شاطرين جدا وممكن إن هم فعلا هيساعدوكوا في حاجات كتيرة، وعشان كده في ناس بتيجي وبتدخل على طول في الجالية دي وبتفضل جواها، بس الغلط بقى اللي هي تفضل جواها، لانه الجالية المصرية مع انها كبيرة هنا بس هي بالنسبة للبلد عموما احنا قليلين. فالشخص اللي بيجي ويقعد مع الجالية بتاعته وما يطلعش يشوف الناس التانية بيبقى ان هو اكنه ما طلعش اصلا من البلد، لا بيتطور فكريا ولا كمان بيتطور مهنيا ولا بيتطور من ان هو يفهم النظام بتاع البلد. مهم جدًا إن أنتم لمّا تنقلوا على بلد جديدة إن أنتم تفهموا السيستم بتاعها وتندمجوا مع المجتمع بتاعها من كل الأجناس والأعراق، وخصوصًا أهل البلد نفسهم، لأن ده هيفيدكم في حاجات كتير أوي سواء على المستوى الشخصي أو المهني. هيفيدكم إن أنتم مثلًا هتبدأوا تمارسوا اللغة بشكل أكبر بكتير من الناس اللي بتبقى قاعدة مع الجالية بتاعتهم، فبالتالي بيتكلموا اللغة اللي هم أصلًا جايين من بلدهم بيتكلموها. لكن لما تندمج مع الجنسيات التانية بتلاقي نفسك ان انت بتتكلم اللغة بتاعت البلد اللي هو هنا في أمريكا الإنجليش، فبالتالي بتلاقي نفسك بتتكلم إنجليش على طول، وده بيطور وبيحسن من اللغة بتاعتكم.